مساء الخير مشاهدينا، بنرحب بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم فلاش. هيكون معانا بعد الفاصل توقف تصوير ابن النظام بسبب سفر أشرف سالم للعمرة، ياسر جلال في النار والطين، كاميرا فلاش مع أبطال العرض المسرحي خوفو 13، وكمان كاميرا فلاش في حفل ضخم لفرقة مسار إجباري. بعد النجاح اللي حققه هاني رمزي في رمضان اللي فات من خلال مسلسله عريس دليفري، بيرجع مرة أخرى في رمضان اللي جاي بمسلسل جديد بعنوان ابن النظام، إلا إن المسلسل واللي بيجري تصويره في الوقت الآني توقف لفترة معينة لأن مخرجه أشرف سالم سافر للأراضي المقدسة لأداء العمرة، وبعد ما يرجع على طول هيكملوا ويستأنفوا التصوير. الفنان ياسر جلال كالعادة بينتقي أدواره بعناية، وده اللي حصل بالظبط في مسلسله الجديد النار والطين. بيجسد شخصية سعد الدكار اللي معروف ما بين أهل قريته بأنه محبوب، وأن هو دايما بيتوسط بين الأشخاص في القرية وبيقوم بعمليات الصلح، ولكن زوجته بتتوفى وبعد كده بيقع في غرام غازية، إلا أن والدته بترفض هذا الحب وهذه الزيجة وبتقف عائق في قصة حبهم، وبتتوالى الأحداث وهتعرفوا كل الأحداث بعد كده. ولكن لما يعرض مسلسل النار والطين، بتقوم فرقة سؤال المسرحية بعمل بروفات مسرحية جديدة بعنوان خوفو 13، وأحداث المسرحية بتدور في إطار فانتزي، وبتتكلم عن مجموعة من الشباب توصلوا لاختراع جديد جدا في الموبايل. يا ترى هيعملوا إيه؟ هنعرف أكتر من خلال اللقاء اللي جاي، وكمان هنعرف أكتر من خلال لقائنا مع جملة من أبطال العرض والمخرجة منى لبيب. ده لو الموضوع ده طلع صح يبقى هنضرب ضربة جامدة قوي، وكلنا هنستفيد يا فندم. بس انا نسبتي محفوظة. مش هنختلف يا فندم. طيب انا هكلم صاحبتي المذيعة واخليها تذيع الخبر، بس بعد ما اشوف بنفسي واتأكد. فرقة سؤال نشأت من سنة ونص. بدأنا نعمل ورشة في الأول للممثلين، وبعد كده بدأت في عرض مسرحي فانتازيا اللي أنا شغالة فيه حاليا، مسرحية خوفو 013. المسرحية من تأليفي وإخراجي. المسرحية بتتكلم عن إن هم 3 شباب بيعانوا من البطالة، اتخرجوا من الكلية، بدأوا يعملوا نصبايا على الحكومة بحيث إن هم يعرفوا ياخدوا فلوس مقابل ده عشان يقدروا يتجوزوا. النصبايا دي إن هم جابوا موبايل، غيروا السوفت وير بتاعه